تبكين إذا ما لم تحصلي على المرتبة الأولى. نعم. أتذكر كنتِ أمي تبكين، كنتِ كذلك. شديدة البكاء. نعم، كنتِ شديدة عائلتي البكاء. يتذكرون نعم، ذلك. حينما تحصلين على رتب ليست بالأولى. ليست بالأولى. نعم، ربما هذا كان حافز خلاك تحسني دائما دائما المستوى ديالك. المستوى. نعم. وكنتِ تهتمين بعلم الفلك من صغرك. من كنتِ صغري. نعم. تحلمين أن تكوني عالمة فلك. كان الكل يضحك، يقول لي إنك تلميذة جدا متفوقة، ولكن معدل سنوي جميل جدا، لا بد أن تعملي طبيبة مهندسة أو شيء ما هو هذا علم الفلك؟ أنت حمقاء أو ماذا يجري في رأسك؟ وكذلك كانت الأساتذة يقولون نفس الشيء. أمي كذلك وعائلتي وكل يا ترى ماذا جرى هناك؟ ماذا تريدين أن تعملي؟ علمت فلك، ما معنى هذا؟ يقولون لي. نحن كنا نضحك، نقول هذه مهنة ليست بمهنة لن تؤكلك أو تشربك. هذه المهنة كأن كنا نقول هذا تريناه في أفلام الرسوم المتحركة، ليس بالواقع، لا يمكن. C'était l'univers au microscope, une émission d'Albert Pilot. ما هي قصة استماعك لبرنامج أسبوعي عبر الإذاعة المغربية ومن هذا الاستوديو تحديدا في الرباط، والذي كان يعده ويقدمه الفنان التشكيلي الفرنسي ألبير بيلو، والذي كان محبا لعلم الفلك؟ قلت يا إلهي، هناك أحد يتكلم عن علم الفلك في الإذاعة. إذن قد استمعت كثيرا لهذا البرنامج وكنت لا أضيع حلقة منه، كل جمعة أستمع للبرنامج. وذات يوم قلت لماذا لا أكتب لألبير بيلو؟ وكتبت، وكنت جد مندهشة لأنه أجابني أسبوع يعني سريعا، وقد أذعاني في ورشته لاليغا. وبعد ذلك أصبحنا جد أصدقاء. لاحظ حماسي وحبي لعلم الفلك وأفكاري في هذا المجال، وأطرح علي هذه الفكرة: لما لا نقوم نحن الاثنين بهذا البرنامج سويا؟ وكنت جد فرحة بذلك، وقد بدأت في تسجيل البرنامج معه وأنا في السنة الثانية من الثانوي، كان عمري 16 سنة. L'évolution de tout système, en particulier l'univers, se fait dans un sens unique, d'un état de déséquilibre initial à un état d'équilibre final. Comment donc, Monsieur Pilot, peut-on expliquer cette contradiction? Et il n'y a pas de contradiction parce que vous oubliez une chose, c'est que... عام 88 أنهت مريم شديد الثانوية بتفوق، وعندما لم تجد أي جامعة مغربية تدرس الفلك رسمت مسار تعليمها بنفسها، فالتحقت بكلية العلوم في جامعة الحسن الثاني الحكومية بالدار البيضاء. درست تخصص الرياضيات السنة الأولى والثانية. السنة الثالثة والرابعة درست تخصص الفيزياء، واخترت هذا بنفسي، وإنه اختيار فردي محض. قالوا لي زملائي: لماذا لم تكملي الطريق في العلوم والرياضيات يا مريم؟ إنه شيء جميل. قلت لهم: لا، الآن سوف أتوجه إلى العلوم الفيزيائية لعلم الفلك، وهذا الذي فعلته بالضبط. لم تكن عندي منحة، وكانت عائلتي عائلة فقيرة. لقد واجهت صعوبات مادية كثيرة، لكن حبي للعلم وللعلوم كان أكبر من ذلك. إذن كان يكسر كل حاجز يقف أمامي وأمام هذا العلم. عندما كانت الدكتورة شديد مريم طالبة في بداية التسعينات، تقدمت يوما أتذكر لتتساءل عما يمكن القيام به لكي تدرس علم الفلك، وكان هذا سؤالا غريب. من خلال الأسئلة الغير مباشرة التي كانت تطرحها، غالبا ما كانت تأخذنا من تخصصاتنا لتحلق بنا بعيدا في عالم النجوم وعالم السماء. كنت طالبة في بحث العلمي بالمغرب، وهذا البحث العلمي في المغرب
ليس متطور جدا في أوروبا أو في أمريكا. وهذه الطالبة أرادت البحث العلمي العلوم الفلك الذي ليس لها وجود، وهذه كانت مسيرة جد شاقة في حياتي بالمغرب. هل كان ألبير بيلو هو أول شخص يعني أخبرك أنه يمكن أن تحولي هذه الهواية وهذا الحب إلى مهنة واحتراف؟ نعم، لقد استمريت منذ كان عمري 15 سنة إلا حتى السنة الأخيرة للجامعة عن البكالوريوس. وذات يوم قال لي: مريم، سيكون شيء جميل إذا حققت أن مهنة هوايتك تصبح مهنة لك، سيكون شيء جميل. قلت له: هذا بالتأكيد. وهو الذي شجعني في هذا الاتجاه. غادرتي المغرب في تشرين أول أكتوبر عام 92. نعم. إلى فرنسا، إلى نيس تحديدا. نعم. يعني غادرت المغرب، أتذكر جيدا، كان 11 أكتوبر يوم عيد ميلادي. أنا لم أحدد بالضبط هذا، ولكن كانت مفاجأة، كان شيء جاء هكذا بالصدفة. إنها كانت مغامرة، وأريد أن أقول إذا كنا نريد شيئا فلا بد من التضحية. إذا غامرت هكذا، ذهبت من المغرب لفرنسا لأول مرة أخرج من بلاد المغرب بدون منحة، وجئت إلى فرنسا واشتغلت. كنت أشتغل بالليل وأدرس بالنهار. الموضوع الدراسي في الكليات المغربية ليس كالكليات الفرنسية، إذن هناك لم يكن هناك توازن. لذلك كان علي أن أشتغل ليلا ونهار في الأول لكي ألتحق بالمستوى الفرنسي. كنت أحن كثيرا إلى عائلتي بالمغرب، وهذا كان شيء ليس بالسهل للطالب عندما نكون وحدنا في بلد لا نعرفه كثيرا وبعيدا عن المغرب وعن العائلة. إنني لا أجد كلمات أعبر فيها عن إحساسي وعن ماذا شعرت به في هذه اللحظة، في لحظة الماجستير هنا. كانت جد صعبة بالنسبة لي.